أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي الكرام في كل مكان. هنا رواق الإمارات، خاصة رواق المرأة الإماراتية. تعالوا كده مع بعض نتعرف على تاريخ نضال المرأة الإماراتية ودورها في المجتمع ونهضة المجتمع الإماراتي. فأهلا وسهلا بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، الله يحفظك يا ربي. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله. أول نقول الحمد لله على السلامة. سلام حضرتك. الله يسلم ويحفظك. اسمحي لي. ايوه اسمحي لي. والحمد لله على السلامة. الله يسلم ونورتوا المغرب. الله ينور قدرك يا رب. الله يحفظك يا ربي. المرأة الإماراتية ودورها في نهضة المجتمع الإماراتي. يا ريت تديني تطور حال المرأة الإماراتية بما إنك تمثل المرأة الإماراتية في الوقت الحالي، أو جزء يعني من تاريخ المرأة الإماراتية. حواء نص المجتمع. نعم. وتقدم دورها على أكمل وجه، لأن المرأة بدون الرجل ما قدرت تعيش، ولا الرجل قدر بدون المرأة يعيش. نعم. فنحن نكمل بعضنا بعض. المرأة الإماراتية دورها دور حواء، تربي، تساعد، توقف وقف ويا ريلها ويا أخوها ويا ولدها، وقفة رجل واحد. لولاها هي ما بيقوم المجتمع، ولولا هو ما بيقوم المجتمع. نعم. فنكمل بعضنا بعض. نعم. فهو يبني ونحن نكمل البنيان، هو يجيب ونحن نفرش. مثلا عندك انت جبت ولد، المرأة ربته لوقت محدد. نعم. بعدين منو يكمل تربية؟ أبوه. كيف يعلم الصنع، كيف يعلم الأخلاق، كيف يعلم الرجولة؟ أبوه. البنت أمها اللي تقوم بها. فكل دول العالم والدول العربية وغير العربية هم عارفين أن الأم والأبو هم اللي يكملون بعضهم بعض. لا أم تقدر تعيش بدون الأبو حتى لو انفصلوا. يجب أن يكون الرجل سيف في عيون عياله. المرأة كيف تخوف عيالها بأبوهم؟ ما قدرت لهم. أبوكم موجود أنا بتفاهم وياه. يطلعون عيالها رجال وبناتها بنات. نعم. واليوم في دولة الإمارات المرأة إن شاء الله بتوصل. هذا اللي عايز اسالك حضرتك فيه بقى. المراه خرجت في كل المجتمعات، هل المراه ايضا الاماراتيه خرجت يعني في مناصب مثلا، في وزارات، في هيئات، في اعمال نعم. سياديه مثلا، او اعمال كبيره؟ المرأة الإماراتية كافحت وربت عيالها. نحن أول يداتنا جاهلات ما يعرفوا يقرون ولا يكتبون. نعم. لكن خرجوا أجيال. طلع الدكتور وطلع المهندس وطلعت الدكتورة المهندسة ما شاء الله راحوا الفضاء. نعم. بفضل الله، بفضل الأم قبل كل شيء. نعم. فالمرأة الإماراتية وصلت العالمية بفضل الله. والشيخة فاطمة بنت مبارك وأبونا زايد مؤسس ووصى وحث أن المرأة تأخذ مجالها. فالمرأة صبحت هي والرجل كذي في دولة الإمارات. يعني هو ضابط هي ضابط، هو دكتور هي دكتورة. بفضل منو؟ بفضل المرأة الأم. نعم. الأم اللي كافحت ووصلت. والحين ما شاء الله نحن وصلنا العالمية وأصبحنا رقم واحد بفضل الله تعالى. بفضل الله تعالى. دور المرأة هنا في هذا المهرجان او الموسم الثقافي، انتم الرسالة بتاعتكم اللي جايين تقولوها للحضور ما هي الرسالة باختصار شديد التي المرأة الإماراتية حاضرة في هذا المكان وهذا الموسم؟ ما هي الرسالة والفلسفة في وجودكم في هذا المهرجان او هذا الموسم الثقافي؟ دورنا نحن ننشر عاداتنا وتقاليدنا. نعم. شو نحن المجتمع اللي عندنا هناك ننشره للعالم كله. نعم. والمغرب الشقيق صبحت لنا مثل الأم. والحمد لله رب العالمين. يعني نشكر حفاوتهم ونشكر ترحيبهم، سوى رجل أو بنت أو ولد أو نحن يانا ننثر ثقافتنا. لأن أبونا المؤسس وصى وحث لا تقصرون في المرأة. فعطونا مجال من الحمد لله موظفين ومن مسؤولين ومن صبحوا ويفتحون المجال. فتحونا المجال بقيادة منو؟ حكومتنا الرشيدة. فاصبحنا الحمد لله جينا المغرب كل سنة شو ثقافتنا وشو عاداتنا وشو سوى تبدأ من الأكل لين اللبس. فصرنا يعني الحين هم فاهميننا مجرد ما عارفين هاي الإماراتيين بيسووا كذا بيسووا كذا بدون ما نتكلم. هم عارفين لأن صبحنا وياهم من زمن طويل واندمجنا
صرنا سبحان الله اخوان، صرنا احباب، معروف هذا مكاننا. يعني انت حاسه ان هذه المواسم تقرب الشعوب الى بعضها البعض، أكيد. او ساهمت في تقريب ثقافه الشعب الاماراتي للمغاربه وايضا ضيوف المهرجان او ضيوف الموسم؟ فاول شيء قربت الثقافات، قربت ما شاء الله، جمعت الشعبين مع بعض. نعم. والشعوب اللي تي زياره فصاروا ينتظرونا كل سنه، ونحن بشوق عشان لهالمكان هذا. نعم. وحتى الامارات استوعبنا مهرجانات تجينا اجيال مغربيه ما شاء الله ينشرون ثقافتهم. نعم. فنصبحنا نحن نعرف شو هم ونعرفونهم شو جميل. نحن. هل بتخرجوا ايضا لمواسم ثانيه مثلا مهرجانات اخرى ولا فقط بس في المغرب؟ شوف مثل ما المرأة تقول الاماراتيه اقصد تحديدا يعني. المرأة الإماراتية وصلت إلى الصين. نعم. يعني مثل ما تقول عندنا هيئة السياحة مع اتحاد النسائي وصلوا المرأة للصين، وصلنا احنا اليابان، بس المغرب بالنسبة لنا مثل البيت المعمور. هو المركز يعني، هو الراحه النفسيه بقى. المركز الرئيسي، لدرجة ان امس بقول لك نكتة، درجة نحن يوم جينا من المطار جايبين لنا مغربي بس ما يعرف المنطقة، نحن نوصف له المكان اللي الفندق. والله انت اصحاب الدار دلوقتي خلاص حافظين نقول له ضف منا ولف منا وتعال من لين وصلنا الفندق. بارك الله عليكم. عموما يعني بالاصاله عن نفسي والنيابه عن كل المشاهدين يعني بنرحب بكم مره ثانيه مرحبا في المغرب الحبيب اللي بيجمع الجميع وليس الاماراتيين بل ايضا كل شعوب العالم تاتي والله للمغرب. والله ان المغرب عين يمين قبل الشمال. الله يحفظ ايضا. ونحن اخوان ونحن حبايب، ونحن صبحنا حتى الاكل، ثقافات الاكل صبحنا ممتزجين مع بعض. بارك الله. فصرنا نطبخ اكلهم ويطبخون اكلنا، فصار تلاحظ مسابقات الاكل عندنا الحين ما شاء الله. عندنا شيف من الامارات وعندنا شيف من المغرب، فشو يحكمون. صرنا فاهمين بعض، صرنا يعني مثل ما تقول مجرد تقول السلام عليكم نحن عارفين، نقول نحن السلام عليكم عارفين. صبحت ثقافتنا وحده وعاداتنا وحده، ونشكرهم بعد نحن على حسن ضيافتهم بالنسبه لنا، ونشكر حكومتهم الرشيده. يا الله لا يغير علينا، وانت دائما في امن وامان وسلام. امين. ونحن اخوان انت تعرف ان نحن عمومه عيالكم اخوان عيالنا. طبعا انا بشكر حضرتك، والله بشكرك. العفو. واشكر كل الحضور وكل المسؤولين عن الجناح هنا، جناح الامارات. العفو. ودايما مره ثانيه ومره ثالثه برحب بك والله. طبعا الفضل لله والهيئه السياحه والاتحاد النسائي، وعندنا ام محمد اللي هي نور السويدي شجع، وعندك لولوه ام محمد شجع، وعندك عندك الاخت كنا الظاهري طبعا كل سنه وهي ويانا. نشكر ليلى القبيسي طبعا، هاي رئيستنا وهي المسؤوله. استاذه ليلى. لا استاذه ليلى القبيسي طبعا نشكرها على حسن معاملتهم لنا، نحن امهاتهم، ولكن والله يحسسونا ان نحن اطفال قدامهم. ونشكر طبعا المغرب الشقيق على حسن ضيافتهم. اسمح لي بقى اخرج كده بره الموضوع. التوب جميل ده، انت يعني ما شاء الله مين مطرزه؟ هذا تراث اماراتي. هذا اماراتي ما شاء الله. وعندك الثياب هاي كلها اماراتيه. كلها اماراتيه. العباية، وعندك البرقع هاي عادات وتقاليد وتراث. هذا بصمة المرأة. هذا حشمة للمرأة. أشكرك كثير والله على وقتك، وإن شاء الله مرة ثانية ومرة ثالثة مرحبا بكم والله. حياك الله. إذا متابعي الكرام مرحبا بكم مرة ثانية. ما زلنا وإياكم بنجول هنا في جناح الإمارات العربية المتحدة. كنا وإياكم أحد الفعاليات يعني النشاطات النسوية في الإمارات الشقيقة. شكرا يا فندم، جزاكم الله خيرا. أهلا بحضرتك.